ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو المنتظر بعد سنة. انتوا طلبتوه قبل سنة وانا عملته بعد سنة، عشان بس ان انا ادور على اكثر طلب ممكن انتوا عايزينه. واخيرا هنعمله ازاي اعمل شنطة، كل حاجة من الصفر. اول حاجة هنحتاج بكرة خيط، تاني حاجة الخرز بتاعنا، تالت حاجة مقص، رابع حاجة والأخيرة وهي مغناطيس والدواير. كده انتي جاهزة. هنجيب طبق ونحط فيه حبة خرز، انا مفضية، ويلا بينا نتعلم. اول حاجة هنقطع حتة من الخيط اهي، يلا مع بعض. عندي الخيط، هناخد اي طرف هنحط فيه 4 خرزات، بس هنحط في الاول 3. ماشي، هنحط ادي 3. تمام كده 3 اهو. هنجيب الرابعة. هقولكوا بقى اول حاجة بس نظبط كده الخيط ونخليه قد بعض. بعد كده هنمسك كده من عند ال3 خرزات، بعد كده هنطلع الخرزة الرابعة، يبقى كده ماسكين 3 خرزات بس. هنمسك الرابعة، الخيط اللي احنا دخلناه فيها شايفين، هنروح مدخلينه تاني، هيطلع معاكم فتحة زي دي. ناخد الطرف الخيط نسحبه من الفتحة، هنعمل كده هيطلع معاكم الغرزة. هنشتغل تاني، هنجيب المرة دي 3 لان ادي اهي في الغرزة الاولى في خرزة اهي، فدي خدت مكان الخرزة الرابعة، فكده عايزين 3. هنحط خرزة في اول جنب، خرزة في تاني جنب، كده بقت بالشكل ده. بعد كده هناخد الخرزة التالتة هنحطها في اي جنب كده، هندخل فيها الطرف بالشكل ده. هناخد الطرف التاني هنمسكه كده. بص هقولكم بقى على تركاية، هتمسكوا الفتحة كده وماسكين الخيط ونبتدي ننزل لتحت والخيط جواه هنسحب. طيب ازاي بقى يا مريم اخبي اللي هي الغرزة دي او الفتحة؟ بصي انا شايفة دي، انا شادة كده، بمسك دي وبحاول احركها كده تطلع معانا كده. هنكملها بنفس الحاجة، هنحط خرزتين، خرزة في الوجه الاول وخرزة في الوجه التاني، وهنجيب الخرزة التالتة هنعمل كده، هندخلها، هيطلع الطرف الخيط، هنمسكها كده وتكون قريبة كده 3 اهو. ودي دي هندخل في الفتحة كده الخيط، نشد ونشد كده بس يطلع معانا كده. هنطلع بنفس الحاجة، ولما نوصل عند المستوى اللي احنا عايزينه في الشنطة هوريكم هنعمل ايه وهنكمل على كده. دلوقتي بعد ما عملت الحجم اللي انا عايزاه، هبتدي بان انا اخد اي طرف من اطراف الخيط كده، هنحط فيه 3 خرزات، ادي 1 وفي نفس طرف الخيط هنحط 3. خلي بالكم تمام، مش هنعمل زي الاول بقى عشان نبتدي سطر جديد. ادي خرزتين اهو، الخرزة التالتة اهي، هنروح عاملين مدخلينها وهنعمل كده، هننزل ننزل ننزل. بعد كده هناخد الطرف التاني تطلع معانا كده، استنى نبص تطلع معانا كده، تطلع معانا في يعني الخيط هنا مش
هنا، لان احنا هنبتدي في سطر تاني في الشنطة. تمام كده، ده يكون كده الحجم. تمام، هنبتدي في الطرف اللي بره. شايفين الخيط، طرف الخيط ده اللي بره مش اللي جوه. هناخده وهنحط فيه 3، 1 2 3، وهنعمل العقدة التالتة. انا هشتغل معاكم في اكتر حاجة هنا كده، ماشي كده كده، ماشي. هنوصل كده، تمام، ونشد، تطلع معانا بالشكل ده. شايفين طرف خيط تحت وطرف خيط فوق. هناخد طرف الخيط دلوقتي اللي تحت. شايفين الخرزة اللي جنبها؟ ادي احنا عملنا هنا. شايفين الخرزة اللي جنبها؟ الخيط اهو اللي تحت هندخله في دي، هندخله في الخرزة يعني هنا كده. تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه اهو كده كده، ماشي. هنشد، تطلع معانا خرزتين من هنا. هناخد الخيطة اللي فوق، هنجيب خرزتين هنحطهم كده، هنجيب الخرزة التانية كده، هنعمل العقدة دي كده صحيح، والخيط اللي بيشد فبينزلنا. وهناخد طرف الخيط اللي احنا مدخلينه في الخرزة اللي هو ده اللي مدخل في الخرزة، وهنعمل كده كده، وهيبتدي يتكون معانا كده. تمام، فهيتكون معانا كده، يتكون معانا الشكل ده. تمام، هناخد تاني طرف الخيط، طرف الخيط اللي تحت هناخد طرفه وهندخله في الخرزة اللي تحت دي. تمام كده، دخلناها اهي، طرفها اهي. وهنروح كده. بصوا، هو انا بحاول على قد ما اقدر بان انا اسهل عليكم، عشان انتوا هتكونوا اول مرة تعملوا شنطة، فانا بحاول اسهل عليكم على قد ما اقدر. تمام كده، معلش بس عشان الخيط طويل. بس اهي هتكون برضو معانا بنفس الشكل اهو. هنجيب الطرف اللي فوق مش اللي تحت، اللي فوق اهو، هنحط فيه. انا بس عايزة اثبتها كده على حاجة علشان اعرف اظبط معاكم كل حاجة. وادي الطرف اللي فوق هنحط فيه الخرزتين، ادي 1 وادي 2. طبعا انتوا تستغربوا ان احنا ليه دلوقتي في الاول استخدمنا 4، بعد كده 3، بعد كده 2، لان هما بيكونوا الغرزة من 4 خرزات اهي. 1 2 3 4. هنا اهي دي اخدت مكان 2 كده، خرزتين كونت 4. طيب ازاي بقى اعمل كده؟ بصوا، ناخد الطرف التاني، هنعمل العقدة نفس الحاجة، وناخد الطرف اللي تحت ونشد. طب مريم ازاي اخبيها تحت؟ بص اهي، بصوا الغرزة، استنوا كده اهي، شايفينها اهي اهي. شيل ايدي بس اهي اهي. هروح مطلع الخيط لفوق كده، استخبت جوه، استخبت استخبت. هنكمل لغاية هنا قبل الأخيرة ونرجع تاني. دلوقتي احنا وصلنا وكملنا. هنوصل كده اكيد بعد ما عملنا الغرزة هندخلها فبقت هنا. هناخد بقى الطرف اللي برا اهو اللي طلع من الخرزة، هندخل فيه
خرزتين، ادي واحد وادي التاني. عشان تيجي بقى في سطر تاني هناخد كده دي هنعمل فيها العقدة، وبعد شوية هيظهر لكم ازاي بقى بحط خيط جديد لما الخيط بيقصر. تمام كده. بعد كده بقى هقول لكم انا عندي بصراحة طرف الخيط خلاص قصر شوية او قصر قوي كمان. هبتدي اخد الطرف اللي بره هنحط فيه 3 عادي جدا، بس المرة دي هنعمل يعني هنربط بقى. ادي اهي هناخد بقى الطرف دي وهنربط كده تطلع معانا كده. هنربط 3 1 اهي، هنربط ربطة عادية 3 مرات، 2 اهي تمام، 3. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ مش هنقص. شايفين الخرزة دي اللي هي دي هندخل فيها طرف الخيط كده، هتكون كده. هندخل الربطة فيها كده تطلع معانا كده، هيكون بيها كده. بصوا هنتني كده وهيكون كده. هنقصهم، ايوه قصوا، بس خلي بالكم لا تقصوا معاها حاجة من الغرز، خيوط يعني من الغرز. ادي كده الطرف الاول، ادي الطرف التاني. هقول لكم حاجة بقى اللي بيستغربني انا ليه بستخدم العقدة. بصوا هي دي الطريقة الوحيدة اللي بتخلي الشنطة بجد ماسكة نفسها قوي قوي وبتكون حلوة، يعني مش قوي للأوفر. بصوا هتطلع معانا كده تمام. هنطلع خيط عادي جدا. طبعا هسيب لكم كمان حسابي على الانستجرام، ادخلوا شوفوا بقى الديزاينز، ولو حد عجبه حاجة ادخلوا كلموني علشان اقول لكم طريقتها ازاي الشنطة بتتعمل يعني. تمام. ادي الخيط هناخد اي طرف وهندخلهم في الاتنين دول. طبعا انا بجد يا جماعة بشوف فيديوهات بتكون طويلة قوي قوي، يعني بتكون ساعة علشان يعلموا بس الحتة دي، بس ان انا على قد ما اقدر والله. وحابة اقول لكم كمان ان انا كنت مسافرة والله العظيم، بس انا بجد تعبانة جدا، واكيد باين عليا وباين على عيني ان انا نعسانة، بس ان انا برضو قلت طالما كمية بس قلت ان انا اوصل بيتي واعمله بقى كده. بصوا لازم بقى تحاولوا تثبتوها على قد ما تقدروا، تاخدوا بقى الخيط اللي فوق مش اللي تحت. هنروح حاطين 2، هنعمل العقدة اهي بالراحة عشان بس الخيط يفضل ثابت. دي اكتر حتة اثبت. بعد كده هنخبيها وكده الخيط ثابت من اول غرزة، من اول غرزة. هنبتدي ندخل بقى من تحت. كده اكون علمتكم كل حاجة. انا كل اللي همني دلوقتي بان انا اعلمكم كل حاجة. لو عايزين طرق شنط بقى، وكمان في كورس هينزل على الحساب هناك، ده كورس مجاني فيديوهات بتعلمك ازاي تعملي اي شنطة بالرسم. هو انا بصراحة كمان ممكن ما تكونيش معترفة قوي بالرسم، بس ان انا هقولك ازاي كمان تشكليها في دماغك بدون رسم، بس ان انا افضلها برضو بالرسم ليكوا انتوا لان انتوا لسه مبتدئين. اما انا عارفة ازاي هشكل، وطبعا ده بيزنس مربح جدا جدا، ده اللي انا حابة اقول لكم عليه. مربح جدا جدا لكل حد عايز يفتح كهواية او يصرف عليه في البيت، فهو بجد تحفة. وبس اعملي حساب على انستجرام
ونزلي واجتهدي في الصور، ونزلي الصور بدون فلتر علشان الحاجة تكون كويسة. وكمان انا انصح بانك تنزلي صور او فيديوهات كتير عن نفسك، بتعرفي عن نفسك، بتقولي انا اسمي مريم فتحت بيزنس، او بتقولي اسمك عامة، يعني انا اسمي كذا فتحت البيزنس ده علشان اعرض لكم الحاجة اللي انا بحبها. الحاجة دي هاند ميد. وكمان قولي المميزات اللي في حسابك ان دي الحاجة اللي انتوا هتطلبها كاستمايز. يعني ايه كاستمايز؟ كاستمايز يعني انك تطلبي اي ديزاين شنطة او اي شكل شنطة عجبك، والبراند ده او الحساب ده بيعمل لك نفس الشنطة. طبعا السعر، في برضو ناس ما بتتقيش ربنا بجد وبتكون عليه السعر جدا بالالوفات. انا مش هقول اسامي، بس اتقوا ربنا، اتقوا. لو انتوا بقى كمان هنزل لكم بعد الفيديو ده فيديو ازاي تسعري حاجتك، بس اعتقد ان انا منزله، بس هقول لكم هنا يعني تكون 20 دقيقة بس هقول لكم كمان ازاي تسعروا. وبس هتكملوا بس كده عقبال ما توصلوا. نزل لكم بقى بارت 2 ازاي، يعني بعد يومين 3 كده نزل لكم بقى ازاي تقفلوا الجناب. تمام، ما تخافوش خالص خالص خالص. طيب دلوقتي بقى ازاي اسعر. لو انتي مأجرة نت هتعملي كده. لو انتي بقى في بيتك، تمام، لسه في بيتك، هتحسبي سعر الخرز، سعر الخيط، سعر المغناطيس والدواير، هتحسبي كمان سعر الوقت لنفسك. انت محددة وقت قد ايه وبكام، والايام وبكام. مثلا قولي اليوم ب50 او ب30. وبرضو في سعر لشغلك انتي، لمقمقة عينك والظهرك، لان انتي بتتعبي وانتي بتعملي ده. وده بقى انك بتتقي الله في كل حاجة انتي تعمليها. فاهمين؟ هو ده بقى الفهم. لو انتي مثلا عملتي الشنطة وتبقى خرز، هتخصمي حبة من السعر. لو الخرز بقى خلص وكمان جبتي منه تاني وعشان تكملي الشنطة هيتزود السعر. فاما بقى لو انتي مأجرة هتشوفي سعر النت. لو انتي مأجرة نت، سعر المكان، مش كله، انتي بتاخدي اجزاء من اسعار المكان اللي انتي مأجراه. تمام. وبس برضو نفس الحاجة، بتحسبي سعر الخرز والخيط والماجنت وكل حاجة، وانتي حاطة كام يوم والكلام ده كله. وبرضو لو انتي معاكي تيم، هتحسبي انتي معاكي كام شخص، وكل واحد من مرتبه مش هتخصمي منه. انتي هتاخدي او تعرفي انتي بقى بتديلهم كام، وهتغلي السعر على كام شخص انتي بتديله ايه. يعني هتاخدي بقى جزء من المرتب، او يعني انا مش عارفه افهمها لكم. مش هما بياخدوا مرتب؟ تمام. شوفي بقى، خدي جزء من المرتب علشان تزودي سعر الشنطة. تمام. تماكي مثلا شنطة ب500، 600، 300 كده، يبقى هتبيعيها بالسعر ده. ولا انت تكوني ظالمة نفسك، ولا تكوني ظالمة اللي حواليكي، ولا حتى تكوني ظلمتي اللي قدامك بسعر غالي. انت كده بعتي بما يرضي الله. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى يكون عجبكم، ولو عجبكم قولولي في الكومنتس. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا والله بس حبيت بان انا اعمل الفيديو ده علشان اعلمكم ازاي تعملوا من بداية الشنطة لغاية اخرها.